ايه اللي يخلي متحف يعرض اكس راي لموميا؟ لما تزور قاعة المومياوات الملكية هتلاقي 20 ملك وملكة من اشهر ملوك مصر، منهم الملك رمسيس الثاني والملك تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت والملكة تي. وهتبهرك طريقة العرض اللي هتكون عبارة عن غرف بمسارات محددة، وكل غرفة فيها مومياء الملك والتابوت ولوحة تعريفية عنه واكس راي لاثنين من الملوك. الملك سقنن رأى عنده كسر واضح في الجمجمة، نتيجة الاكس راي بتقول ان الكسر ده ناتج عن ضربة قوية من بلطة ادت لوفاته، وانه تلقاها اثناء حربه مع الهكسوس اللي بدأها الملك ونهاها احمس بالانتصار. والاكس راي الثانية للملك رمسيس الثالث واللي سببها وجود قطع في رقبة الملك ناتج عن خنجر كجريمة قتل اتعرفت وقتها بمؤامرة الحريم. احدى زوجات الملك دبرت لقتله عشان تنصب ابنها الامير بنطاور، وتفاصيل المؤامرة موجودة في بردية باسم مؤامرة الحريم، واللي فيها برضه ان المتآمرين خدوا عقابهم. بس المفاجأة كانت في العثور على مومياء الامير بنطاور. مومياء الامير معروفة بالمومياء الصارخة، واكتشفنا انها مومية الامير بعد تحليل الدي ان ايه، واللي تم اعدامه شنقا، وموجودة آثار الشنق حوالين رقبته، وده اللي بيثبت وجود النظام والعدل في مصر من آلاف السنين. وصدقني لازم تزور القاعة بنفسك، لأنك هتتفاجئ بعظمة الأجداد في الحفاظ على أجسادهم وعظمة الأحفاد في الحفاظ على تراث أجدادهم.